السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعال نعمل مع بعض تتبيلة فراخ مشوية سهلة جدا وبسيطة. هبدأ بالتوابل. عندي 7 بهارات وثوم بودر، بصل بودر، بابريكا، كاري، وملح وكمون. ده كل اللي هحتاجه فين من التوابل. وعندي بصلاية وطماطم وثوم وكاتشب وليمونة، وعندي باربيكيو، وعندي زبادي وعسل أبيض وخل. أول حاجة هنزل بالبصلاية الكبيرة، وهنزل بالقرن الفلفل الأخضر، ووحدتين الطماطم، وهنزل بكام وحدة توم، وبالبهارات بكل البهارات بتاعتي يعني زي ما احنا قلنا. هنزل ب7 بهارات والبصل بودر، توم بودر، كاري، بابريكا، وكمون، كل البهارات بتاعتي. وبعد ما احطهم في الكبة هنزل بعصرة ليمونة، هنزل بعصرة ليمونة كاملة. وبعد كده هحط معلقتين كبار باربيكيو او صويا صوص المتوفر عندك، وممكن الاتنين برضو بيبقوا جميل وطعم روعة. وهنزل بنص مج، حوالي نص مج تقريبا، خل عشان يمشيلي كل الحاجات اللي انا حطيتها دي. اولا بيدي ليونة حلوة للفراخ ويخليها طرية، هي وكوباية الزبادي. دي كوباية زبادي ومعلقتين العسل النحل، معلقتين كبار عسل نحل، العسل الابيض يعني. وعندي معلقة كبيرة كاتشب او كيس كبير كده من زي ده كاتشب. وهضرب الكل في الكبة بالشكل ده. وهنزل على الفراخ بتاعتي. طبعا اللي انا عندي دول فرختين غسلاهم وشطفاهم وكنت نقعاهم بمحلول الملح وزي الفل نضاف يعني بتاع الفراخ. وبعد كده هسيبها حوالي ساعتين 3 4 في التتبيلة. وبعد كده احطها في صينية في الفرن تتشوي ماشي، احطها على الفحم ماشي. دي تنفع لكل انواع مشويات الفراخ، شوي الفراخ يعني. لو وصلت لغاية هنا ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، واسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.